السلام الله عليكم الاخوه والاخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في هذا العدد الجديد والحلقه الجديده من قناه ديالكم منصه التحليل. فقدان ديال جنديين امريكيين بمناورات الاسد الافريقي بنواحي طنطان. الموضوع الثاني، الامم المتحده تتجه الى تكريس الحكم الذاتي. اذا هاد الموضوعين الاخوه والاخوات نحاولوا نتكلموا عليهم بكل تفصيل في هذه الحلقه. المرجو منكم دائما الاشتراك معنا الاخوه والاخوات في القناه باش تكبر العائله، تفعيل جرس الانذارات باش يوصلكم اي جديد، وكذلك الضغط على زر الاعجاب. عمليه بسيطه لكن مهمه جدا بالنسبه للقنوات المغربيه. شكرا لكم اخواني اخواتي، ونمر مباشره الى التفاصيل. اذا كيف ما قلنا الاخوه والاخوات، فمناورات الاسد الافريقي، المناورات القويه اللي مازال مستمره في المملكه المغربيه. يوم امس على الساعه 9 بتوقيت المغربي تم فقدان ديال جنديين امريكيين في ظروف اللي هي غامضه لحد الان. هناك بعض الاخبار تشير الى انهم فقدوا غرقا بجرف درعا، ومجموعه من عمليات البحث الان تقوم بها القوات المسلحه الامريكيه والقوات المسلحه المغربيه من اجل باش انهم يبحثوا على هاد الجنديين المفقودين الاثنين. بطبيعه الحال غالبا ما كانوا في فتره سباحه او ما الى ذلك بواد درعا. هناك اخبار تشير الى الغرق ديالهم. اذا مازال التحقيقات جاريه ومازال الابحاث جاريه لحد الان. ونخليكم الاخوه والاخوات تتابعوا معنا هذا المقطع الفيديو اللي كيبين هاد المناورات ديال البحث على هاد الجنديين. نتوما شفتوا اخوه الاخوات هذا الفيديو اللي كيبين بطبيعه الحال الابحاث الجاريه بالمنطقه الجنوبيه على هاد الجنديين اللي تم الفقدان ديالهم يوم امس على الساعه 9 بجرف درعا بطبيعه الحال. ولحد الان مجموعه من المعطيات تشير الى الغرق ديالهم سباحه، مجموعه من الاخبار ومجموعه من المنتديات ديال التواصل الاجتماعي، ولكن حتى شي حاجه ما صحيحه لحد الان. حنا غادي ننتظروا بطبيعه الحال باش نوافيكم بالاخبار الصحيحه لما تكون موجوده ان شاء الله. اذا فقلنا فهذه المناورات ديال الاسد الافريقي استعملت فيها مجموعه من الاليات الضخمه بطبيعه الحال والتكنولوجيا الجد متقدمه في مستوى غير بطبيعه الحال ديال المناورات ما بين المملكه المغربيه والولايات المتحده الامريكيه. نحاولوا نوافيكم الاخوه والاخوات بجميع التطورات الخاصه بهذا الملف ديال الفقدان ديال هاد الجنديين الامريكيين. في موضوع ثاني اخواني اخواتي، غنحاولوا نتكلموا على الامم المتحده والجلسه المغلقه اللي كانت في مجلس الامن بطبيعه الحال، واللي كانت يوم 30 ابريل، اللي مختلف التسريبات تشير الى القرب ديال النهايه ديال بعثه المونيلورسو، ولكن سوف تبقى من اجل التنزيل ديال الحكم الذاتي بطبيعه الحال المغربي. اخبار بطبيعه الحال المتداوله الان تشير الى القرب بطبيعه الحال مع النهايه ديال هذا الملف الطويل الامد بطبيعه الحال اللي استمر 50 سنه، بالاقرار ديال الحكم الذاتي اللي اقترحته المملكه المغربيه. اذا مجموعه من الدول عندها وزن عالمي تثق في المغرب وفي الحكم الذاتي. وحتى الرئيس تبون يوم امس لما سالوه على الصحراء المغربيه بطبيعه الحال اكد بان هناك حل ديال الامم المتحده وغيتم التتبع ديالو حتى الاخير بطبيعه الحال. وهو مع هذا الحل بطبيعه الحال. فالجزائر ايضا لما شفتوا انها تعترف ايضا بخطه الحكم الذاتي، ما هي الا ايام او لا شهور ويتم الاقرار ولا التنزيل ديال هذا الحكم الذاتي في الاراضي الجنوبيه ديال المملكه المغربيه تحت السياده المغربيه. اذا هذا المسلسل اللي خسر عليه العسكر الجزائري سنوات وسنوات وثروات كبيره مليارات الدولارات من اجل بطبيعه الحال شرذمه البوليزاريو وهذه الجماعه الارهابيه بطبيعه الحال اللي الان وصلت للنهايه ديالها. الميليشيا اللي شاركت ايضا في الحرب ديال مالي مؤخرا الهجوم على باماكو، ميليشيا الان اصبحت من الماضي، وبالتالي فالامر ديال التفكيك ديال هاد المخيمات عنده سنه ونصف. الوقت اللي غادي يتم فيه التنزيل ديال الحكم الذاتي بطبيعه الحال على الاراضي المغربيه. المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها. اذا النهايه ديال هذه الاسطوانه المشروخه قريبه جدا. فقلنا الاخوه والاخوات فالامم المتحده تتجه الى التكريس بصفه نهائيه ديال خطه الحكم الذاتي المغربيه، وبالتالي ما بقى بطبيعه الحال في هذا المسلسل الا الشهور القليله القادمه بطبيعه الحال ويتم النهايه مع هذا الملف. شكرا لكم الاخوه والاخوات على المتابعه ديالكم ديال الحلقات ديال منصه التحليل. شكرا على الانخراط ديالكم ايضا معنا في القناه. نضرب لكم موعدا في حلقه قادمه ان شاء الله.